الكبده الاسكندراني، فطار اول يوم العيد. الناس اللي بتحب تفطر كبده جربي الطريقه ديت. هتعجبك ان شاء الله. وصفه كبده حلوه قوي، من غير زفاره، بريحه بتقلب الدنيا، مع شويه طحينه كده، مع شويه جرجير. بجد بجد تستاهل انك تجربيها. انا هنا معايا الكبده البلدي، طازه يعني. انا هنا من النوع اللي ما بغسلش الكبده جربت اغسلها بجد بتبقى زفره وطعمها وحش جدا. بس اهم حاجه بقى واهم خطوه، لازم تشيلي الطبقه دي باي شكل، لازم تشيليها. لان الطبقه دي اول ما بتخش النار بتشد جامد وما بتخليش الكبده تستوي ابدا، وبتبقى مش حلوه خالص. فانت شيليها كده من جميع الاطراف، وبعدين ابداي قطعي الكبده شرايح كده رفيعه بالشكل ده. ولو انت عايزه تقطعي الكبده بطريقه سهله، يا ريت تدخليها الفريزر شويه، هتتقطع معاكي بطريقه سهله. بس انا هنا كنت جايباها طازه، عملتها في يومها. وبعدين ابداي قطعيها شرايح طوليه بالشكل ده، وابداي اعصري عليها، عصرت عليها ليمونتين كبار كده، وركنتها لحد ما ابدا اعمل التتبيله. معايا التتبيله بقى، معايا هنا حوالي 10 فصوص من الثوم، ومعايا فلفل اخضر وفلفل حار حسب الرغبه، وفلفل احمر، وليمونه، واوراق الكزبره الخضراء. انا هنا كنت جايبه الهون ادق فيه، لان الهون بيبقى ينعم الحاجه شويه، بس انا كنت مستعجله. فبعد ما قطعت كل حاجه، عملتها في الكبه اسرع يعني. هي بصراحه الكبه نعمتها قوي وخلتها حلوه برضو. ده عصير الليمون عليها كده. بجد لو جربت الكبده بالطريقه دي مش هتشمي لها اي ريحه زفاره، هيعجبك طعمها قوي. هنا بعد ما فرمت كل حاجه، هبدا اضيف معلقه من الملح، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من الكمون، وفلفل اسود. وفي طاسه كده على النار، الزيت بتاع الكبده بتحب الزيت الكتير، ويكون سخن. اهم حاجه اخد معلقه كده من التتبيله، وابدا اشم الريحه بقى، ريحتها بجد خطيره. هبدا انزل بالكبده اللي انا قطعتها بالشكل ده. لازم النار عاليه عشان الكبده تاخد صدمه، وما تنزلش الميه بتاعتها عشان تستوي ويبقى طعمها حلو، طريه يعني مش ناشفه. اسيبها الاول تاخد على الجنب الاول شويه، وبعدين ابدا اقلبها لما تاخد لون كده. اهم حاجه لازم تحتفظي بالعصاره بتاعه الكبده عشان تبقى طريه، لان لو شدت معاكي مش هيعجبك طعمها ابدا. وابدا اضيف عليها معلقتين برضو من الخلطه اللي انا عملتها من التتبيله، واقلبها كده بالشكل ده. الكبده ما تاخدش وقت على النار ابدا، حوالي 10 دقايق بالكتير. وبعدين بقى ابدا احط عليها فلفل اخضر وفلفل احمر، ودقيقه كده واقفل عليها على طول. هتاكلي احلى كبده بطعم وريحه، بجد حلو قوي. جربيها وان شاء الله تعجبك. قدميها بقى زي ما انت عايزه، ممكن تقدميها جنب مكرونه عادي لو ولادك بيحبوها مع المكرونه. ممكن تقدميها في سندوتشات، هتبقى حلوه جدا. ابدأي بقى زينيها كده بأوراق من الكزبرة الخضراء. الحاجة الخضراء ديت مع الكبدة والحاجات دي بتبقى حلوة قوي، مع شوية جرجير، مع شوية سلطة الطحينة. لو عاوزة طريقة الطحينة اكتبيلي في التعليقات، بعملها بطريقة حلوة برضو. عشان بس الفيديو ما يطولش، ما نزلتش الطريقة في الفيديو. جربيها وان شاء الله تعجبك.